أبيع إزاي بارت 2؟ لو ما شفتيش بارت 1 شوفيه وتعالي نكمل مع بعض بارت 2. إحنا اتفقنا عشان نبيع الشموع فإحنا هنستخدم مثلا حتة تأثير العطور المختلفة علينا، فتعالي كده نشوف الأنواع وتأثيرها. لو عميلك عاوز يسترخي لأنه بيحس بالقلق والتوتر فرشحيله اللافندر أو خشب الصندل. أما لو عميلك عايز طاقة إيجابية فرشحيله الحمضيات زي المندرين أو الليمون أو البرتقال أو النعناع. أما لو عميلك عايز بقى مزاج رايق ومعنويات عالية فرشحيله الفانيليا أو الياسمين أو الورد البلدي أو التوت البري. أما لو عميلك بقى محتاج تركيز وانتباه علشان مثلا هو بيشتغل أو علشان هو بيدرس فرشحيله القرفة. أما لو عايز بقى يحس بالراحة كده والدفء فرشحيله العنبر أو المسك أو العود بكل أنواعه. واستخدمي كمان العطور اللي بتحسس العميل بالراحة والدفء في رمضان وكمان في العيدين، لأنها فعلا بتريح العميل في المناسبات اللي زي كده. فمهم يكون في تواصل بينك وبين عميلك يشرح لك كده مشاكله واحتياجاته عشان تقدري ترشحي له المناسب ليه. تابعيني، انا هاند ميد كوتش شيماء مدحت، عشان تعرفي اكتر ازاي تبيعي لعميلك. وما تنسيش انا عاوزة مصلحتك. باي باي.